السلام عليكم، شلونكم أصدقائي؟ اليوم أنا جبت لكم يعني طبقين من الزهرة من العرنبيطة، يعني أكلتين كتير طيبة وكتير سهلة وكتير ممتازة. خلينا نشوف مقاديرها وطريقتها شلون. أنا هون عندي الأرنبيطة، زهرة أرنبيطة التقلولة. أنا راح أسوي هلأ فيها صنفين طبخ. هلأ راح أفرجيكم. أول شي راح أقطع الزهرة وفور عليها المي كالعادي. هلا بدي اياها تكون حجم كبير بهالحجم هذا. انا ما راح اصغرها، يعني بدي اخليها وسط، لا هي كبيرة بهالشكل. هلا بعد ما قطعتها انا هون غلي مي السخن، راح احط المي السخن. بسم الله. هلا بعد ما غطستها بمي السخنة راح افور عليها تفويرتين تقريبا، ما راح اغليها كتير. هلا بعد ما اخذت لها فورتين، شايفين هون حطيت زيت للقلي، جهزت الزيت. هلا راح عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا لاول طبق راح جهز البدوي. طبعا انا بحتاج هي للطرفين، يعني للطبقين بحتاج البصل. هلا للطحيني بحتاج بصل لحمه، وللبدوي هون عندي لبن، طحيني، ثوم وليمون. هلا اول شيء راح اضيف اللبن. بسم الله. في ناس ما بحطوا له لبن، لا انا لقيتها باللبن، يعني لبن مع الطحينه طيب. هون عندي الملح، راح اضيف الطحينه. بسم الله. راح اضيف الثوم، طبعا مو كله. هلا بنبلش نخفق فيها كويس. بسم الله. طبعا راح اكسرها بالماء، يعني راح تصير سميكي. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قوام الديا، هذا القوام المطلوب. هلا راح اقيم على جنب. هذا هو اللون اللي بدي اياه. هلا بعد ما انتهيت منه، هاي اخر شيء. هلا هون بجي للبصل. طبعا انا ما راح اقلي كله، هلا راح اقلي البصل. هلا بينما هون ينقلي البصل انا عندي لحمه. طبعا انا هلا راح اسوي اول طبق. هلا بعد ما انحمست يعني اللحمه راح احط البصل الباقي. هلا مرشت ملح، راح احط ملح. هلا هون البصل جهز، راح اخليه بهاللون.
هلا هون كمان حطيت مرقة، حطيت البصل، راح اضيف مقدار 30 زيت زيتون، هلا هون بحتاج لمعلقتين بندورة، راح احمسها شوي حتى تروح طعمتها. هلا راح اضيف شوية بهار، هلا هون عندي مي تقريبا نص كاس، انا شفتها بتحتاج شوية مي. هون نسميها. هلا مثل ما انتم شايفين راح اضيف نص هون ونص هون. هلا نيجي للصوص اللي سويناه بالشكل. بسم الله الرحمن الرحيم. هلا راح اشوف الصوص اذا يعني سميك، راح كنت زيده مي شوي. هلا هون راح اضيف معلقه صغيره كزبره يابسه، هلا اخر شيء راح اضيف الثوم، هلا تقريبا جهزت معي لان ما بتاخذ معي تقريبا 5 دقائق اغلي وبس. هلا انتهينا منها. هلا اخذت كمان معي وقت 10 دقائق، 11 دقائق. هلا راح هي جهزت معنا. هاي هلا بعد ما انتهينا من الطبقين، وهون عملت رز جنب نزلت القرنبيطه مع الطحينه، وهون كمان مقلي القرنبيطه الزهره زينتها بشويه بقدونس وصحتين وهنا، وانتظرونا في فيديوهات قادمه ان شاء الله.